ويا مرحبا. طبعا يا حبايب اليوم بشرح لكم طريقة القبع اليمني. شوفوا، تعطف الشال للنص وتخليه العطفة من داخل وتخلي النكشة وسط الرأس وتسوي العطفات هذه لا داخل. طبعا من الجهة هذه 3 مرات، واحدة اثنتين 3، والجهة الثانية كمان 3 عطفات. بعدين تخلي العطفتين هؤلاء لا خلف الراس. لازم يا حبايب تشد الشال، قول هذا يمسك، ايوه، تهزر الشال من وراء. بعدين تضبطه من هنا من جنب الأذن. بعدين تشيل الجهة هذه وتفردها كامل وتبدأ من طالع تعطفها للنص. وبعدين هذا بيضحك مدري ما له ساعة، دي بيصير نكتة. المهم، وتعطف الشال كذا عطفتين، تحاول توزر الطبقات عشان يكون القبع مرتب وجميل، وتثبتها لا داخل، وتشهل الجهة الثانية ونفس الشيء تفردها كامل وتعطفها من طالع للنص، وتعطف العطفة من نهاية الحرف لا داخل. بس خلونا نرتبها كده عشان يكون القبع مرتب وخ. تعطفها لا داخل من طالع، وتعطفها كمان لا داخل عشان يكون معاك القبع مرتب بهذا الطريقة يا حبايب. يا سلام، سلم، هذا قبع اسمراني طبعا يا حبايب. هنا ترتب القبع يكون بهذه الطريقة. صلاتي على النبي، شوف على قبع ضخم جدا. اهم حاجة يا حبايب افعلوا متابعة ولايك وشيروا لاصحابكم يستفيدوا ويتعلموا طريقة القبع اليمني والقبع عليا يا حبايب.